السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله احنا بقى ما طبخناش امبارح ولا البوتاجاز بتاعنا ولع حتى، فقلنا بقى ايه النهارده نخرب الدنيا ونطبخ بقى، نطبخ كميات كبيره من الكوسه من الكوسه والخضار. ما كانتش امبارح لا. ان شاء الله النهارده هنعمل معاكم حبايبي خضار، بس ايه هنعمله يعني خضار مطبوخ عادي، مش هنعمل خضار مش هنكلف نفسنا يعني النهارده مش عارفين نفكر اكتر من كده. بصوا بقى نزلت بقى خالتي ايه لقيتها ما شاء الله جابت اللحمه بتاعتها وحطيتها على البوتاجاز. ايوه اعملها بدل انت مش وقالت لي انا مش جايبه غير نص كيلو لحمه على قدي ما هاتي لحمتك. فانا للامانه بقى رحت ايه طلعت الفرخه بتاعتي، بصوا شلفتها خليتها مش عامله ازاي على قد انا والحاج. ما رضيتش بالامانه تخلينا اتغدى معاهم، قالت لي هاتي لحمتك من فوق. لا مش هتتغدى. بصوا بقى جبت ايه الفرخه والله لسه مطلعاها حالا وفكيتها، حطيتها في ميه كده دافيه وفكيتها. وجبت ايه تاني؟ وانت كل ما بدك تنزلي تروجي لي يا ام آلاء عايزه تتغدي؟ لا انا هروج لوحدي يلا وتفكري على الله. لا ده تخينه جدا. بصوا بقى معانا انا هعملها لان صراحه الوقت دخل علينا. انا كنت ناوي اعمل كشري مصري، والله كنت ناوي اعمل كشري فلما عملت الفرخه فالوقت دخل عليا شويه. فايه امبارح احنا اكلنا عدس، فالنهارده قلنا ايه نعوض العدس نعمل ايه نص كيلو لحمه رضا من الله. بصوا بقى معانا هنحطها في شوربه يعني في صينيه، طماطمايه وبصلايه وكم فص ثوم. لا مش هعمل بصل ده كله. طب امال قشروا ليه؟ وكم فص ثوم كده وشويه فلفل اسمر وبهارات حبهان وحاجات من دي. هنقطع الفرخه رباع ونحطها في الصينيه. الخضار ده بقى هنعمل فيه ايه؟ احنا انا مش هاكله زي ما انت هتعمليه. خالتي عايز تعمله طبيخ. لا بتقولي مش تقشري الكوسه. بص طب بالله عليكم الكوسه دي طازه وزي الفل، بقول لها سيبيها القشره بتاعتها فايده. الكوسه لو دبلانه تتقشر، انما الكوسه طازه. بصوا شايفينها عامله ازاي جميله جدا. قشرت الاثنين، قلت هقطعهم واعملهم في فتله كده زي السبحه واسويهم متقشرين وانت كل اللي شوفوا. طب امانه عليكم الكوسه دي تتقشر؟ الكوسه الحلوه دي تتقشر؟ ما اعتقدش والله. انا بحبها متقشره. ما هي بتضيعي الغذاء اللي فيها. صدقني انا غلطانه. ايوه غلطانه. ولا انت هتاكليني غصب عنك؟ لا مش ودلوقتي بعد ما قطعت الفرخه 3/4 الفرخه صراحه، الوركين قطعتهم زي ما انتم شايفين. ليه؟ علشان تستعجل في السوا، لان خالتي حطت اللحم من بدري وما قالتليش زي ما انا قلت لكم في اول الفيديو. ده شاطره وناصحه يا جماعه، مش عايزه تعمل الورك الربع عشان ما تديش خالتها منه. خدي بالك يعني احنا هناكل اصلا فرخه الا ربع. ايوه هتاكلوها بامر الله ان شاء الله. بصوا بقى حطينا البصل البصل والطماطم تمام، وكل الحاجات دي كده فين مع الفراخ. حتى لو البصل تخين ده كله بيدوب. طبعا الفرخه مغسوله كويس تمام كده. تبقى على قرن فلفل لكم انتوا، حتى لو حاميه هتبقى برضه. وبنقطع عليها الثوم حلو، وهنحط شويه من البهارات. ممكن البهارات انا جايباها من فوق اهي. عليها كمون يعني ياما جايبه الكمون بتاعنا. مش راضيه تديني. لا والله لسه والله العظيم اهي جوه الحاجه جوه اهي. ومال دي فرختكم حطوا عليها المكونات بتاعتكم. هل فيها زعل ولا غلط؟ لا ما فيهاش زعل. طيب ما فيهاش حاجه يا افعل ما شئت كما تدين تدين. معلش ليه انت هتتحكمي فيا ولا ايه؟ ده هكتبني يا امال ايه؟ انا اطلع واكل واشرب اللي انا عايزاه. طيب مش هخليكي تاكلي. ما الله العظيم ما تقدري. وطبعا بعد ما حطيت كل المكونات دي على بعضها هنحط بقى ايه معلقه كبيره من الملح، وحطيت ميه غطيت الفراخ بالميه. هنولع بقى الفرن من تحت ويكون درجه الحراره عاليه جدا. اول ما تبدا تغلي هنوطي عليها ونسيبها حوالي ساعه لغايه ما تستوي براحتها خالص. نروح مصفيين الشوربه ونحمرها بقى تمام كده. انا كنت عملتها قبل كده بس والله عشان احنا مستعجلين فاحنا هنكررها تاني. طبعا الخضار ده يا حبايبي خالتي هتقطعه كده لانها عايزه تعمله في صلصه، وهنعمل معاكم شويه من الملوخيه الناشفين حلوين كده. ودلوقتي بقى هندخل الصينيه دي جوه الفرن. حطينا طرنشات كمان من الجزر لان الجزر عندنا حلو يعني بزياده. بيسكر. لا بيسكر الحاجه. شغالين الفرن اهو، وهنحط بقى الصينيه ولغايه ما تبدا تغلي هنوطي عليها زي ما انتم شايفين كده. بقى هندخلها. هتملي الانبوبه قبل ما ادخل الصينيه الفرن. عايزه انا املى لها الانبوبه. مليها لها الشهر اللي فات. لا والله ما اللي فات، انت مليها اللي قبل واحنا مليناها اللي فات. قبل ما ادخل الصينيه اطلعها. ماشي يا ام علي ماشي. هنعمل
هنعمل بقى معاكم ايه الخضار، هنقطعه القطعيه اللي انتوا عايزينها. احنا هنعمله زي ما قلت لكم في صلصه، ممكن نعمله في الفرن في صينيه، بس ممكن نعمله في الحله برضه. وهنطبخ شويه رز كده يعني اكل على قدنا انا والحاجيه ان شاء الله. هتتوكل على الله. انا هاكل شوربه خضار اصلا. انت مش هتاكل العدس جوه في الثلاجه يا معلمه؟ نزلي ايديكي نزلي ايديكي كده، وربنا العدس في الثلاجه حلو كده. احنا قاعدين جنب الفرن والجو دفى، قلنا ايه بنتدفى والله عشان الدنيا برد النهارده. قطعوها زي ما تحبوا القطعيه اللي انتوا عايزينها. على فكره فيها ناس بتخليها كبيره كده، لا يعني الحجم المتوسط حلو. انا عن نفسي يعني برضو الكوسه زي ما انتوا عايزين. احنا هنوريكم بعد كده ايه نقطع براحتنا. تمام اهو. الكوسه تبقى تخينه شويه. صوابع ام علاء يا جماعه، صوابع زينه. صوابع فريده. شايفين كده اهو. جميله. يسلم ايدين الحاج والله، جايب كوسه حلوه جدا النهارده صراحه. وزي ما انتوا شايفين حبايبي، خالتي بقى حطت اللحمه في الحله اهي وما حطيتش عليها اي بهارات. هنحط بقى ايه ورق لورا، ورق لورا والفلفل الاسمر المتبقي معانا اهو، وشويه من الملح. الفلفل الاسمر ده محطوط عليه حبهان. وخلاص كده انا نكهت كل اللحمه اهي وحطيت البهارات بتاعتها المظبوطه، وكمان موطيين عليها النار. هنغطي عليها ونسيبها ايه تستوي براحتها. حبايبي بقى ايه، انا لما نزلت لقيت خالتي عامله الصلصه، يعني حمرت بصلايه حلوه كده، كانت مصفراها وحطت عليها الطماطم لغايه ما اتسبكت. الطماطم اصلا كانت متسبكه في الفريزر. تمام، يعني انا حبيت اقول لكم بس ان ده مكونات الصلصه. الخضار بتاعنا اللي احنا قطعناه بالشكل دوت اهو. تمام كده. وطبعا حبيت بس اوريكم البهارات بتاعتها، الفلفل الاسمر والكمون، وعماله بتجهز وبترص وما رضيتش تديني. لا حط لفرختك من والله فوق والله العظيم اهي حاجتها اهي. هاتي لفرختك والله من وكانت فوق. جاهزه وانا جايبه الحاجه من فوق. ما تجيبي من لفرختك. هو بس انت اللي هتاكليها يا ام علي. ماشي تمام. انا بص شفتوا بصوا يا جماعه، انا شغل مش وحشه. حموات. انا مش وحشه، لا ان شاء الله مسيرك يا مرت الابن هتبقى حامه. ماشي هتشوفيني ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ما هموتش لما اشوفك هتعمليها زي تعمليها بس زي ما انا بعملك كده يا ام علي. ماشي هتشوفي يا رب. ودلوقتي بقى ايه هنعمل معاكم الخضار بتاعنا اللي هو هنطبخه في حله عادي او في صينيه في الفرن. هي الخضار غسلناه كويس اهو، وهنسيبه يتشوح في الصلصه دي لمده 5 أو 10 دقائق على بعضه يا جماعه كده عشان ايه يستوي نص سوا. الغذاء بتاعه احسن. تمام. مش هنحط الشوربه خالص دلوقتي الا لما الخضار يتكتك كده مع بعضه في الصلصه. هنقلب كده كويس. على الحله كده بالراحه يا مالك كده، مش تدوس على الحله حتى الحله بالراحه كده. اصل انا شايفاكي كده بتخطيها. طب تعالي انت قلبي الحله بتاعتك اهي. هتطبقي الحله كده. طب خدي كده مش مهم. شايفين كده اهو. بصوا هنغطي عليه ونسيبه على البخار مده 5 أو 10 دقايق، وبعد كده هنسقيه بالشوربه. ودلوقتي بعد ما خلاص سيبنا الخضار كده يتكتك شويه والكوسه نزلت كمان الميه اللي فيها، هنسقيه بقى بالشوربه اللي احنا محتاجينها. تمام اهو. خدي فلفل. ودلوقتي حبايبي خلاص بعد ما حطينا الشوربه اهي، برضو ما شاء الله اللون بتاع الصلصه احمر، بس برضو الاضاءه هنسيبه ياخد غلوتين وهنطفي عليه. ليه؟ علشان الخضار يكون فيه غذاء، ما يكونش مستوي ومهري كده، لا. فلفل اسمر يا ام عليها عشان اطلع ايه كويسه وكريمه قدام الناس، مش هحوش عنك الحاجه. ده قدام الناس خلي بالكم حتى شفتوا. معلش والله عشان ايه يعني مش تقول خالتي بخيله، لا. هنوطي عليه بقى وزي ما قلت لكم هنسيبه بس كمان 5 دقايق كده، وبعدين هنطفي عليه علشان يكون فيه غذاء، ونكون كده بقى ايه باقي معانا الفرخه اللي في الفرن هنشوفها قدامكم، وبعد كده هنحط الاكل معاكم. ودلوقتي حبايبي بقى ايه هنعمل معاكم الملوخيه اهي. الملوخيه الناشفه مش خضره، معانا فصين. الملوخيه بتاعتي احلى من الملوخيه الخضراء، هتشوفيها وتقولي حاجه خالتي كده. ماشي هنعمل بقى والله لو اوريها لكم كده الملوخيه. وهي اللي لقيتها عامله الصلصه ومجهزه الصلصه اصلا، عشان هي مش كانت يعني ايه، كانت كل واحد كده مع نفسه يعني. ايوه ما خلاص من النهارده كل واحد مع نفسه. بص كده الملوخيه، بص الملوخيه بتاع خضراء باحسن من الثانيه. هنحمر التومه كده كويس، وبعدين هننزل عليها بمعلقه صلصه. والملوخيه الخضراء الناشفه لما بتطبخ غير الخضراء خالص. معلقه الصلصه دي بتخليها حلوه بتطعمها وبتديها لون حلو. تمام اهي. اول بس ما تصفر معانا البصلايه هننزل بمعلقه صلصه. الصلصه اهي وزي ما انتم شايفين كده التوميه بدات تصفر، هننزل بمعلقه واحده بس من الصلصه. وبصوا بقى معانا هنا شويه من الفلفل الاحمر برضو
الحامي النار علشان ايه؟ هتاكليها انت ما تعرفش تاكلها. مش اكل بدل انت عاملاها مش هاكلها يا ماما. تمام. وهنقلب كده بقى كويس اهو، وهننزل بالشوربه بتاعتنا عشان نحط الملوخيه فيها. شايفين كده؟ بصوا شكل الشوربه عامل ازاي، او شوربه الملوخيه الناشفه. هننزل بقى ايه بالملوخيه عليها على طول. بصوا حبايبي اهو، هما طبقين بس صغيرين اهو، يعني مش هنكتر ولا حاجه. ولا هيجيكوا 4 مش طبقين. ايدك فرخه يا ام علي. بصوا بقى طبعا الملوخيه يا بنتي ايدك فرخه. هنحط طبعا شوربه. شايفين هي دي بقى شكل الملوخيه اهي، ظبطناها وخفيناها كمان. بس حلوه. لا هي لونها كده علشان زي ما قلت لكم الاضاءه، انما لما نطلع بره ان شاء الله نوريكم الاكل هتلاقوها ان شاء الله خضره في فوشيا كده، جميله جميله. لا بس طعمها حلو من اللحمه بتاعتي. ودلوقتي يا حبايبي شايفين شكل صينيه الفراخ اهي بالشكل دوت. هنصفي بقى الشوربه كلها في طبق كده او في حله صغيره، ونرجع بقى الفرخه تاني عشان تتحمر في الفرن. بصوا دي شكل الشوربه اللي طلعت من الفرخه. انا ما حطيتش شوربه كتير علشان في شوربه لحمه، فاحنا ايه مش هنحتاج الشوربه دي قوي يعني. والفرخه اهي بقى خالتي هتقلبها كده على الناحيه بقى اللي فيها الجلد عشان نحمرها. انا ما اعرفش الجلد بتاعها راح فين، هربت من جلدها ولا ايه؟ ليه هربت ليه ولا ايه؟ فرخه في الفرن بزي. هنطفي بقى من تحت النار ونولع من الجناب او من الجنبين علشان تحمر معانا. الولاعه وراكي عشان اولع ايه من الناحيه الثانيه. وانا مش دقيته. ودلوقتي يا حبايبي بقى ايه، حمايه طلب مننا ان احنا نعمل له فته. فكان عندي عيش من بتاع امي اللي هو كان عيش طري يعني، وانا كنت منشفاه من الفرن. مخبيه مني اهو، ولا مخبيه ولا حاجه بقى، مامي جايبالك. بصوا بقى بنعمله كده وبنهريه، لان برضو احنا ما عندناش عيش يعني، ما كناش مجهزين يعني. وخالتي بتدق بس هما فصين توم لان هما شويه دول بس. كسر. وطبعا للفته حطينا معلقه من السمنه اول ما ساحت، هننزل عليها بالايه بفصين من الثوم دقناهم كويس اهو. وهنحط بقى ايه اول ما تحمر هننزل بالشوربه وشويه خل. ما عنديش خل يا ماما. هات خل. والله ما عندي. خلاص مش مشكله الخل، بس هو لازم نحط. والله ما عندي. امال الجزازه بتاعتك راحت فين؟ عشان انا حطيتها على الشاورما الكريب اخر حبه. لا صح لا صح. هاتي بقى الشوربه عشان ما تحمرش مننا. معليه ايه؟ شايفين كده؟ هننزل بقى بالشوربه الدسمه الحلوه اهي. ودي طبعا الشوربه بتاعه الفته اللي هنكبها هنا على العيش كده، وهنغطي عليه لغايه بس ما يطري معانا شويه، وبعد كده هنحط على وش الرز ونغرف معاكم الاكل كله. السمنه البلدي عامله شغل في الفته. وخلاص كده سقينا الفته، هنغطي عليها ونسيبها بقى. بس عايزه حبه شوربه تاني عشان العيش متلد الناشف. ورجعنا لكم تاني حبايبي بعد ما خلاص خلصنا الاكل بتاعنا معاكم. هو ده كل الاكل اللي احنا عملناه معاكم. احنا جبنا طبق ملوخيه واحد. انا هاكل فراخ. خالتي هتاكل فراخ؟ كلي فراخ. بدي هاخد الدبابيس. هي فكراني ان انا ايه يعني هقول لها لا زي ما هي عملت معايا. لا انا كريمه وجدعه. سلف ودين يا ام ناكل. بصوا انا حاطه لكم قرن فلفل عشان الملوخيه ايه تظهر امر فيه. الله تقعد في قيمتك الملوخيه دي. اهي الفراخ بتاعتنا اهي. اللحمه، الخضار يا حبايبي زي ما انتم شايفينه كده جميل جدا وريحته جميله. عملنا طبق فته اهو. طب السمنه البلدي ده ملوش حل يعني. وحطينا عليه معلقه من الصلصه وحطينا الملوخيه ده. وحطينا رز ساده يعني من غير فته للي حابب ياكل. اللي حابب ياكل اي حاجه ياكلها. طبعا يعني انا عايزاكم بس تعملوا لايك للفيديو ده لو عجبكم، لو ما عجبكوش بقى يبقى ايه ادعوا لنا ربنا يهدينا. الملوخيه تعجبهم ان شاء الله. ما تنسوناش بدعوه حلوه كده ولايك حلو. ومع الف سلامه حبايبي. مع السلامه يا حبايبي. مع السلامه.